ما هو فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وغيرها من الأذكار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعر من الليل ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. معنى تعر من الليل هو من استيقظ من نومه في الليل لأي سبب، سواء كان بحاجة إلى شرب الماء، أو كان يشعر بألم، أو يرغب في الاطمئنان على الساعة أو الجوال، أو لأي سبب آخر. فإذا ذكر الله بهذه الأذكار العظيمة وهو في سريره واستقبل القبلة ودعا الله، فإن دعوته مستجابة بإذن الله. وإذا توضأ وصلى فإن صلاته